السلام عليكم يا ابن عمي. فيلم النهاردة فاخر من الآخر. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة. فيلمنا بيبدأ في شمال المحيط الهادي مع مجموعة من المستكشفين واللي بيكونوا في مكان مليء بالقمامة، وده تحت قائدة عالمية بيكون اسمها صوفيا، اللي بتبين خطورة القمامة وقد ايه هي ممكن تضر الأسماك، وكمان ممكن تزيد من عدوانية أسماك خطيرة جدا. وتبين صوفيا إن هي وفريقها موجودين في المكان ده لدراسة نوع من أنواع القروش اسمه الماكو، وتقول كمان إن هي مهتمة بسمكة قرش معينة. واللي بيكون اسمها ليلس. وفي وسط صوفيا ما بتتكلم بتجيلها مساعدتها وبتقول لها إن هي جرت إشارة للسمكة وإن هي في مكان قريب منهم. فبتروح صوفيا بنفسها علشان تتأكد، وفعلا أول لما بتلاقي كده بتبص لمساعدتها وبتفرح جدا، وبتبدأ تؤمر 3 من الفريق بتاعها، وكمان بتؤمر كريس حبيبها إن هو ينزل معاهم وده علشان ياخدوا عينة من السمكة وتفحصها. وفعلا بينزلوا المية، واللي بيتفاجئوا بمجموعة كبيرة جدا من القمامة موجودة، وكمان بيتفاجئوا إن في سمكة قرش صغيرة اتعلقت في القمامة، وعلشان كده ما قدرتش تتحرك ولا تجيب أكل لنفسها. فبيحاول كريس يفك الحديد بتاعها علشان يعرف يحررها، ولكن بيتفاجئ إن السمكة دي مهجوم عليها هجمات عنيفة. وفي نفس الوقت تحذر صوفيا الفريق بتاعها وتقول لهم إن سمكة القرش قربت منهم. فهنا بيتفاجئوا إن حجمها كبير جدا. بيجرب كريس علشان ياخد عينة منها لكن بيغلط غلطة بتضيع عمره، والسمكة بتبدأ تجري بسرعة كبيرة وبعنف. تبدأ تبعد عن المكان، وصوفيا بتكون متابعة الموضوع وبتحذرهم إن سمكة القرش قربت منهم. والسمكة بتهجم على الفريق كله، وصوفيا فورا بتطلع برا المركب وبتبدأ إن هي تنط في المية علشان تنقذ حبيبها وباقي الفريق. وأول لما بتنزل المية وبتلبس النضارة بتتفاجئ بمنظر مخيف جدا. بتلاقي كل اللي باقي من كريس حبيبها ايده فقط، وده بيخليها تنهار وبتطلع على السطح وبتصوت، لكن بتستجمع قوتها وبتنزل المية من تاني، وبتبدأ إن هي تدور على السمكة وبتكون مصممة إن هي تاخد عينة منها. فبتشم السمكة وبتقرب منها وبتكون لسه هتضرب عليها، لكن السمكة بتهجم عليها الأول والضربة ما تجيش فيها، وتحاول تنقذ نفسها، لكن الشبكة المتعلقة في رجليها بتتعلق في السمكة، وبتبدأ السمكة تشدها لدرجة إن ضغط المية بيبدأ يطلع الدم من ودان صوفيا. فبتطلع السكينة وبتقدر إنها تفك نفسها وبتطلع على سطح المية، وبتكتب لها عمر جديد بعد كل اللي حصل معاها.